بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير وبصحة وبنا كل سنة وانتم طيبين. خلاص دخل بقى موسم الشتاء وبدأنا بقى في شغل الدفايات. طبعا في اكيد برضو شغل ملايات وبنشتغل وكده، وفي حاجات ان شاء الله يا رب كده، بس ربنا يقدرني ويعيني واقدر ان انا اصور في الفترة الجاية دي. لان انا بعتذر لاي حد كان سألني سؤال او طلب مني حاجة وما قدرتش ان انا اعملها على القناة. بجد الفترة اللي فاتت دي كانت فترة صعبة، كنت مشغولة وفي نفس الوقت آمم، مش عايزة إن أنا أصوّر حاجة، مش عارفة ليه. بس المهم ربنا ييسّر كده إن شاء الله ونصوّر مع بعض بإذن الله في الفترة الجاية دي. هنعمل مع بعض بقى كل الحاجات بقى بتاعة موسم الشتا وكمان موسم الصيف اللي طالع بإذن الله وأنتم طيبين. اللهم صل على النبي. الدفاية اللي معايا دي، طبعا الدفايات يا جماعة أنواع. النهاردة إن شاء الله أقول لكم إزاي أو تجيبي الدفاية كام متر، وهتقصها إزاي، وهتكلفك كام، وتاخدي فيها خياطة كام. إن شاء الله كل حاجة بإذن الله على الدفاية إن شاء الله أقولها لكم النهاردة. مبدئيا كده الأول، الدفاية دي كانت يعني طلب، أنا جبت القماش والزبونة قالت لي اعملي فيها كذا وكذا، فأنا عملت على رأي الزبونة. فأنتوا طبعا كل واحد بيعمل الطلب اللي هو جاي له. أنت جاي لك مثلا اعملي لي دفاية مفرش ومخدة، مفرش وخداديتين، مفرش ومخدة وخداديتين، كل واحد زي ما هو عاوزه. لكن انت لو هتعملي بقى وتكيسي وتعرضي وعشان تبيعي، طبعا هقول لك بقى تعملي ايه دلوقتي. عامة مقاسات الدفاية ما بتختلفش كتير قوي عن مقاسات السرير الكبير، تمام. بس في نقطة بقى، السرير الكبير، ملاية السرير الكبير ما شاء الله احنا بنقطعها بتبقى تقريبا كده مترين ونص في مترين ونص، او مترين ونص في مترين واربعين بالظبط واكتر كمان. لكن الدفاية بتبقى اقل سنة صغيرة. وعلى فكرة عايزة اقول لكم الدفايات يا جماعة انواع. والدفايات في العرض 3 متر وفي العرض عرضين يا دوب 2 متر. بتختلف طبعا، تمام. فما يعني ايه، وانت بتقصي بقى طبعا بيبقى عندك الخبرة بقى، انت عارفة انت بتقصي ايه وبتعملي ايه، تمام. الدفاية اللي معايا دي ما شاء الله دفاية حفر. دي كانت غالية شوية، كان المتر فيها كنت انا جايباه ب135، الكلام ده من شهر فات، تمام. لكن دلوقتي الله اعلم الاسعار كل يوم في زيادة، يعني ممكن مش بعيدة الاقيها ب140 دلوقتي او 145. طبعا انت بتجيبيها ب135، انت بتحاسبي الزبونة عليها ب140 على طول. على طول المتر ب140 على طول. بتحط 5 جنيه على المتر، لان طبعا انت بتروحي بتجيبيها مواصلات او بتجيلك شحن او ايا كان، انت بتدفعي فيها فلوس عشان تجيبيها بيتك عشان تقدري ان انت ايه تخيطيها. فالفلوس دي انت مش هتدفعيها من جيبك، انت بتضيفيها على تمن الدفايه. زائد الفرنشه اللي انا بعملها دي برضو، انا بقى بجيب الطوب على بعضه طبعا جمله. احنا يعني الناس الخياطين بقى انت ما بتجيبش بالمتر، بتجيبي طوب على بعضه عشان خاطر يوفر معاكي. برضو بتحاسبي الزبون عليه، بس مش بتحاسبي الزبون زي ما انت جايباه بالظبط. يعني مثلا الطوب على بعضه المتر واقف فيه ب4 جنيه، انت هتحاسبيه على 5 جنيه مثلا يعني. فانا بعمل كده. خياطة والكلام ده هقولك هتاخدي فيه كام دلوقتي، بس الاول نقول المقاسات الاساسية للدفاية الشتوي. بصوا الدفاية الشتوي دي، في ناس بتحب الدفاية زي الملاية اللي هي تبقى مدلدلة من هنا ومن هنا من الجنبين، نازلة مدلدلة. لان في ناس بتفرش الدفاية الشتوي مش بتفرش تحتها اصلا ملاية، هي يا دوب الدفاية على طول الايه القطيفة دي على السرة على طول. فدي طبعا بنقطعها بتبقى مترين ونص في مترين ونص، ده لازم. في ناس بقى لأ تحب تعمل الدفاية يا دوب بس يبقى مغطية قرصة السير حاجة بسيطة، والملاية من تحتها هي اللي باينة. فدي لأ مش هتعملها بقى بالمقاسات دي. عامة المقاسات الأساسية للسرير 160 سنتي. السرير اللي هو المتوسط بتاع البيوت كلها 160 سنتي، بتقطعها 2 متر أو 2 وربع. في طول السرير اللي هو عامة بنقطعه في المرايات وفي كل حاجة 42 سنتي، 2 متر و40 سنتي. في بقى دفايات زي دي كده بتبقى العرض، يعني الدفاية اللي في ايدي دي ما شاء الله العرض كان 3 متر، ما شاء الله كانت عرضها كبير فعشان كده غالية. في دفايات تانية انا جايباها ان شاء الله نصورها مع بعض باذن الله الفيديوهات الجايه، كانت العرض يا دوب العرض مترين بالظبط بالظبط. فدي انا ما اقدرش اخد العرض اللي هو طول السرير منها، فلازم ابقى عامله حسابي اشوف انت بتقطعي ايه وبتعملي ايه وبتقصي ايه، تمام. الدفايه اللي في ايدي دي زي ما قلت لكم كان المتر فيها ب35، هتحاسبي الزبون لو انت هتجيبيها وهتخيطيها وتعمليها اهو. هتحاسبي بتمسكي كده بقى ورقه وقلم كده مع نفسك وتبداي تكتبي واحده واحده كده، المتر كان بكذا انا هزود عليه على كل متر 5 جنيه عشان خاطر المواصلات وشيل الشنط ومش عارفة ايه. الفرنشات انا كنت جايباها بكذا، هزود مثلا على كل متر جنيه مثلا او جنيه ونص او 2 جنيه على حسب.
برضه انت جايبه الفرنشه مش جايلك لحد البيت جاهزه، هي جايلك اكيد بفلوس، انت يا اما انت رايحه جايباها ودافعه فلوس مواصلات، يا اما جايلك شحن ايا كان، لان طبعا في ناس كتير بتشحن دلوقتي خامات الخياطه دي، فايا كان برضه انت عشان خاطر الحاجه تجيلك البيت انت تدفعي فيها فلوس. الخياطه بقى كده كده الدفايات معظمها ما بياخدش بتاع ده كرانيش كتير ولا شغل كتير ولا حاجات من دي، فانت الخياطة بما يرضي الله ممكن تحط 50 أو 60 جنيه بس على الدفاية، حلوة أوي خياطة. طبعا خياطة بأوفر بكله، أنا قبل ما أشتغل فيها أنا مقفوراها كلها من جميع الجوانب، ومقفورة المخدة الكبيرة وكل حاجة تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هتكيسيها لو هتحطيها مثلا في كيس تغليف، الكيس التغليف شوف انت جايباه بكام، هتحط عليه فلوس الشحن ومكسبك كمان. يعني انا في اكياس تغليف مثلا كنت جايباه ب35، فانا مش هحاسب الزبون عليها ب35، انا هحاسبه على 40 او 45. في اكياس تانية كبيرة كانت ب40 او ب45، لا انا هحاسبه على 50. هنا انا حطيت الماركة بقى بتاعتي في الفرنشة كده عشان خاطر ايه، يبقى شغلنا كده على مستوى بقى تمام. فاللهم صل على النبي. كده احنا قلنا مقاس الدفاية اللي هي المفرش بقى. طب المخدة الكبيرة نفس مقاس المخدة الكبيرة بتاعت الملايات اللي احنا متعودين عليها. اي مخدة كبيرة مثلا سرير 160 بتبقى الطول 160 في عرض 90، 160 في 90 دي المخدة الكبيرة. هتعملي خداديات هتعمليها 75 في 55، دي المقاسات الأساسية يا جماعة. يبقى تاني، المفرش نفسه اللي هو القطيفة ده بيبقى للسرير الكبير اللي هو ال160 بتقطعي مترين وربع أو مترين زي ما انت عايزة، مترين وربع في عرض القماش لو القماش عرضه كبير. أهم حاجة يكون عرض القماش عشان خاطر ايه، يبقى الملاية من تحت الراس ومن تحت الرجلين متدككة كده في المرتبة، ما تبقاش ايه طالعة تمام. لازم تكون على الأقل على الأقل مترين ونص تمام، أو مترين وأربعين سنتي، مش أقل من كده خالص. مترين وأربعين سنتي في مترين او مترين وربع، دي طول المفرش. المخدة الكبيرة هتعمليها اللهم صل على النبي 160 في 90. المخدة الصغيرة او اللي هي الخدادية الصغيرة او التكوى، في ناس بتقول يعني ايه تكوى انا واخده ان انا بقولها عليها تكوى، بس ما عرفت ان في ناس مش عارفه يعني ايه تكوى، او اسم تكوى دوت غريب على ناس كده، فبقينا نقول ايه الخدادية الصغيرة. مقاساتها 75 في 55. طبعا عامة المخدات اللي هي التكوات الصغيرة دي او الخدادية الصغيرة دي مش بتعمل لها قلاب، انت يا دوب بس كده ايه بتقفلي التلات جوانب والجنب الرابع بتركبي الفرنشه. بس انا في المفرش ده انا ما عملتش كده، ان شاء الله ان شاء الله نعمله في المفرش الجاي باذن الله، لان كانت طلب الزبونه هي مش عايزاه، كانت عايزه يا دوب بس مفرش ومخده كبيره وفاض حته قماشه. فانا قلت خلاص اعمل لها 2 كوشن كده صغير وخلاص، يعني مش لازم ان انا اعمل لها تكوى، مش عايزه بتاع ده خداديه صغيره، مش عايزه خداديه صغيره، فقلت خلاص هعمل لها 2 كوشن كده. ممكن تحطهم حتى في ركنه في الانتريه، هما شكلهم حلو اصلا. دي بقى المخدة الكبيرة، انا شوف انا مقفوراها او عامله لها اوفر من جميع الجوانب خلاص اهي، عشان خاطر لما اجي اقفل ما اعملش اوفر تاني، لان ممكن القماش ده ما شاء الله كان قماش تخين، فعشان تدخلها تحت الاوفر هتقعد كل شويه تقطع ومش تبقى حلوه. فانا عملتها الاول اوفر قبل ما اجوزها بالطريقه دي. بتخيطيها عادي جدا مفيش فيها اي حاجه، ومن على الطراطيف بقى او البوزه من هنا ومن هنا عايزه تعملي فرنشه. انا بصراحه كنت مقرره ان أنا هعمل فرنشه، بس رجعت قلت لا، شكل الفرنشه في المخده الكبيره مش لطيف بصراحه، فرجعت في كلامي تاني هتشوفها دلوقتي. طبعا هنا الماسوره الخيط فضت مني ده العادي جدا مليتها، وبعد كده نكمل بقى تصوير عادي اهو. اي حد يا جماعه عايز سؤال، اي حد عايز حاجه ان شاء الله اسيب لكم في صندوق الوصف رقم الواتس اللي هو بتاع الاوردرات، لو حد عايز اوردر عايزين تستفسروا على حاجه، وان شاء الله نعمل باذن الله جروب للواتس قريب جدا باذن الله ننزل فيه الشغل، واللي عايز يدخل فيه يدخل. واهلا وسهلا طبعا ومرحبا باي حد يدخل فيه، واهلا وسهلا برضو باي حد مشرفني في القناه، انتوا على راسي والله ومشرفيني ومكتريني. ربنا يا رب يكبر بخاطركم ويرزقكم من حيث لا تحتسبوا. ايه يا حبيبتي نعم حاضر. بصوا كده قفلتها انا طبعا عشان قصها مظبوط، فهي ما شاء الله جت معايا مظبوطه بالظبط اهي. هقلبها بقى على الوش كده، وكنت بقى في الوقت دوت خلاص بجيب الفرنشه اهو عشان خاطر ان انا ايه اكمل يعني اعمل لها فرنشه. فبصراحه لما جيت حطيتها كده فقلت لا هي شكلها مش لطيف قوي على المخده الكبيره، فانا خلاص فقلت لا انا هتنيها وخلاص وتبقى كده حلوه قوي تمام. ف... فقمت جايه حاطه الفرنشه تاني. طبعا انت لا خياطه، انت مش هتجيبي الفرنشات دي مش هتجيبها بالمتر، انت هتجيبي باللفه. اللفة الفرنشات دي تقريبا كانت قطعة النوع ده يعني
كانت 100 195 تقريبا، تقريبا كانت 195. فيها والله ما انا كنت فاكره، يعني هو اللي انا بجيب منه على طول الخامات بتاعتي، فهو قال لي فيها كام متر، بس انا مش فاكره فيها 25 او 50، مش فاكره بصراحه كان فيها كام متر يعني. اللي هو يعني لازم تجيبي الحاجات دي بقى ايه بالجملة، ما تفكريش تجيبي كده بالحتة او مش عارفة ايه، غير لما لو انت مثلا الدنيا مش ماشية معاكي قوي، خلاص هاتي بالمتر على قد ما انت محتاجة، عمال ما ربنا يكرمك تجيبي لفة على بعضها، لان انت ايه مش هتشتغلي مثلا طقم واحد بس وتقعدي، لا انت هتجيبي لك مثلا طقمين ثلاثة وتشتغليهم في الشتاء دوت، يمكن ربنا يفتحها عليكي مثلا تبيعيهم مش عارفة ايه. يا رب يرزقكم يا رب، اللهم امين. دول بقى الاتنين كوشه اللي انا عملتهم في الاخر، كان فاض حته كده فقلت اعملهم لها، يمكن تحطهم على الانتريه او حاجه، وشكلهم حلو جدا مش وحش. بصوا بقى كان نفسي افرشها لكم بصراحه على السرير او كده، بس انا كنت مستعجله عشان ابعت الاوردر ده، ابعته يعني. فقلت اصوره لكم بقى، شوفوا عامل ازاي، شكله جميل جدا وطويل ما شاء الله، وعريض كده حلو جاي على السرير ما شاء الله. اهو. اتمنى كده يكون الفيديو عجبكم، واسيبكم بقى بالف سلامه.